بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة موضوع عظيم، وأصول وأسس موجودة في القرآن الكريم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بدأ في غرس مجموعة من العقائد ومن القيم ومن العبادات، وهذه المواضيع موجودة في كتاب الله في القرآن الكريم وخصوصا في القرآن المكي. أول موضوع عملهم به وغرس نفوسهم التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فكان الصحابة رضوان الله عليهم كما قال الله مثل بقية العرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن في معاني أخرى غرست من خلال القرآن الكريم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها